لوش قد ما راح أحكي وأقول لكم طعمها رهيب وخرافية، ما راح تصدقوني إلا تجربوها بنفسكم. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكون كل خير وصحة وعافية وأنتم تتابعون طريقة مقبلات هذا اليوم. أنا من الناس مثلكم كلش أعشق المقبلات والسلطات، فلازم يكون عندي نوع سلطة على وجبة الغداء أو العشاء. فخلينا نسمي ونقول بسم الله. عندي هنا 3 حبات من الجزر قطعتها بهذا الشكل، وراح أقطعها كلها بإيدي، يعني ما راح أبرشها لا برندة ولا بماكينة ولا بأي شيء. راح أريد أنا أقطعها بإيدي مثل ما تشوفون بالسكين بشكل شرايط كلش خفيفة، راح تجي أطيب مما لو أنه أبرشها بالردة. فشوفوا هاي كمية الجزر اللي قطعتها حتى استخدمها بمقبلات اليوم. عندي أيضا الملفوف أو الكرنب أو اللهانة البيضاء، أيضا راح أقطعها أيضا بالسكين بشكل شرايط كلش خفيفة وكلش رفيعة. تقريبا كمية الجزر ويا كمية اللهانة البيضاء متساوية. أيضا عندي اللهانة أو الكرنب أو الملفوف الأحمر، بس راح أقتطع من هذا الجزء لأن يكون كلش سميك وما راح يفيدني. وأيضا راح أبدي أقطعها بشكل شرايط كلش خفيفة. كمية اللهانة الحمر راح تكون شوية أقل من كمية الجزر وكمية اللهانة البيضاء لأن راح تطغي اللون مالتها. هسه راح نبدي نسوي الصوص. راح أخذ ليمونة، استخدمت اليوم الليمون الأخضر، إذا ما عندكم الليمون الفريش ممكن تستخدمون الصناعي، بس الأفضل أنه يكون فريش أكيد الطبيعي. راح أعصر ليمونة كاملة، وراح أضيف عليها نصف ملعقة مليانة من السكر، ملعقة طعام من الخل، وراح أضيف كمية ملح. الملح أنتم حسب ما أنتم تحبون، واللي عنده ضغط أكيد لا يضيف هواية. راح أضيف المايونيز، بس المفروض كان أنا ما أضيف المايونيز هنا، كان المفروض أضيفه ويا الزبادي، فأنتوا تضيفوا ويا الزبادي بعدين. راح أضيف أيضا شوية من الفلفل الأسود، وراح أنطيهم خلطة كلش حلوة حتى يتجانسون. هنا راح أجيب فد كاسة أو فجاط حتى أبدي أجمع بمحتويات السلطة. راح أستخدم 4 ملاعق طعام كبار من الزبادي، وكل ما يكون هيجي تخين كل ما يكون أطيب. والأفضل أنه هنا تضيفون فوقه رأسا المايونيز، لا تضيفوه ويا الليمون مثل ما أنا سويت بالبداية. راح أبدي أجمع كل المكونات مثل ما تشوفون الجزر واللهانة. ممكن اللي يحب انه يبرش عليها فص ثوم صغير، هاي بعد انتم براحتكم، بس انا اكتفيت بهاي المواد. هسه ضفت الصوص اللي حضرته وراح ابدي اقلبها. وهنا نسيت اهم شيء اللي راح ينطيها النكهه الطيبه، ويمكن اغلبكم مو اغلبكم يمكن 70% من البشريه ما تحبه، اللي هو الزبيب او الكشمش. انا من عشاقه فكلش احبه، حتى بالمقبلات وبالبرياني همين اكيد ما يعني مستحيل اذا ما اسوي كشمش ولوز وهاي الخلطة تعرفوها مالتنا. بعد ما كملت خلطة السلطة وتجانست عندي، راح أخليها تقريبا ربع ساعة بالثلاجة، وراها أبدي بالتقديم. لا تخلوها فترة طويلة بالثلاجة لأن راح يطغي لون اللهانة البنفسجية على لون الصوص مالت الزبادي، وراح يتغير لونها إلى الوردي. هو ما راح يخرب، هم يصير حلو، بس انتو على مود اللون لا يتغير. أنا بصراحة اللي بقت من هاي الكمية بقيتها بالثلاجة، ثاني يوم أيضا أكلتها كان بصراحة طعمها بعد أطيب، مع إنه لونها تغير لكن كان طعمها أطيب. أكيد راح تجربوها وأنا متأكدة راح تحبوها وراح تدعوا لي. اللي ما يحب الكشمش ممكن يستغني عنه، لكن أقول له والله راح تخسر الطعم الطيب. جربها بالكشمش وشوف. وماكو داعي أذكركم أقول لكم أي سؤال أي استفسار أي شغلة عندكم راسلوني على الانستغرام، راح أخلي لكم إياه إن شاء الله بصندوق الوصف. دمتم في رعاية الله.